علشان علاقتكم الزوجية ما تنتهيش عند مأذون أو في محاكم أسرة أو تنتهي بانفصال أيا كان. لازم تعرفوا من البداية بتاعة النهاية. يعني أي علاقة زوجية بتكون بتبوظ. قلنا قبل كده الحب ما بيموتش بالسكتة القلبية، مش بننام ونصحى نلاقي العلاقة الزوجية بينا باظت واتطلقنا. لا، بتبقى في مقدمات، فانت لازم يكون عندك سنسور، وانت لازم يكون عندك سنسور، يعني ترمومتر كده انه العلاقة ابتدت تبوظ. فايه العلامات اللي لما بتشوفوها بتعرف ان العلاقة ابتدت تبوظ ولازم تاخد خطوة لورا أو تاخدي خطوة لورا؟ أول مؤشر، أول علامة، أول حاجة لما نشوفها هنعرف إن العلاقة ابتدت تبوظ هي عدم الاحترام. لا يمكن عدم الاحترام يدخل في علاقة إلا لازم تكون باظت خلاص. ممكن قوي تكوني واخدة على جوزك أو هو واخد عليكي ومتعودة. للأسف في ناس كتير قوي كده، قال يعني بقى روشين بقى، بنشيل الاحترام بينا، بنشيل التكلفة. تبص تلاقي الست تقول لجوزها كلمة منيلة ب60 نيلة بتجرحه، وهو نفس الشيء واخدين على عدم الاحترام عادي بقى. هل يعني متجوزين واصحاب بقى وبتاع؟ مرة من المرات دي رغم انك انت متعودة معاه تقولي له كلام سخيف، مرة بقى بيصغر مخه ويقول لك ايه، دي قالت لي كذا. طب ما يا عم كل يوم بتقول لك كده وانت اخدتها على كده. لا لا لا، الكلمة دي بقى وقفت في زوري، متضايقت بقى. وهي نفس الشيء، انت كل مرة بتسخف عليها، بتغلس عليها، بتقول كلام سخيف، ما انتوش بتحترموا بعض. دي اول علامة من علامات ان العلاقه الزوجيه بتاعتكم ابتدت تبوظ. مره من المرات هتلاقي في كلمه اتقالت هتقف في زورك، فبلاش من الاول. اول ما تلاقي في عدم احترام ستوب، نرجع تاني للاحترام. عارفين عامله زي ايه؟ زي اللي بيقعد يقلب الهزار تنمر. إن في ناس كده تيجي تهزر كده تقول لك كلام سخيف، قال يعني بهزار، فيبقى انتوا القعده بهزار بس جواكوا غل. فدي بتبقى عامله زيها بالظبط. فلا داعي، لا داعي، نحترم بعض، نرجع خطوة لورا ونحترم بعض من أولها. تاني حاجة ممكن تكون مترتبة على أول حاجة. بعد ما اتضايقنا من بعض وكلامنا وقف في زور بعض، هتلاقي في انعدام للتواصل أو غياب للتواصل. انا خلاص بقى يعني فقدت الرغبه في ان انا اقعد واحكي معاه كصديق ليا، وهو فقد الرغبه في انه يقعد معايا كصديقه له. وبدانا بقى يجي ما يحكيش زي ما كان بيحكي عن شغله، هي بدل ما كانت بتقعد تحكي له عن ده عن ده عن ده. فده اسمه غياب التواصل، مفيش تواصل بينكم، مفيش غير هات كذا، هاتي كذا، اعملي كذا، اعمل كذا. انما الحوار بين الاتنين اصحاب اللي كان في يوم من الايام هتلاقيه غاب. فدي علامة لازم ترجعي، لازم يبقى عندك سنسور. لا ده احنا ما بقيناش اصحاب زي الاول، لا نقعد مع بعض، لا ارجع اقول له انا، ابدا ابقى مصاحباه انا. لا ده ان حد يرجع خطوة لورا بدل ما نروح للمأذون. تالت حاجة، انعدام المودة والرحمة. ما بقاش بينا أصل الجواز اللي هو أصلا مودة ورحمة. تلاقي ده ما بقاش موجود. جوزها هي بتمرضه بس كده وبالقبة والطاعون زي ما بيقولوا، اللي هو ايه يعني غصب عنها كده، مش مبسوطة، مش زعلانة عليه، قلبها مش ملهوف عليه. هو حصلت لها مشكلة تلاقيه جوه قلبه كده مش زعلان علشانها. انعدام المودة والرحمة، الرحمة اللي هي أصل العلاقة الزوجية. رابع حاجة وأنا بعتبرها أكبر مصيبة، أكبر مصيبة في أي علاقة زوجية، الراحة في البعد عنك. مين لما مشي أنا بتشفتش. والله أنا بحس إن كلام أحمد سعد ده رهيب رهيب، كل أغانيه معبرة جدا 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 فعلا. والله الحكاية دي في قمة التعبير. يا جماعة الاتنين المتجوزين في أول الجواز بيحسوا إن لو سافر جوزها ولا راح أي حاجة بتبقى مستنياه.
يعني امتى يرجع؟ حتى بتعب واشتغل واكنس وامسح واعمل اكل وما اعرفش ايه وهو موجود، لكن لما بيمشي بتزعلي بتتضايقي، او هي لما بتمشي تروح لاهلها بيعد الايام علشان ترجع. تخيلوا بقى ان العكس، تخيلوا بقى ان هي تلاقي راحتها في انه يمشي، وهو يلاقي راحته. مش عايزه تروحي عند مامتك تقعدي اسبوع؟ ده بيقولوا مامتك تعبانه روحي شوفيها. ده خرجت يلا مع السلامه اخرجي، وهو مشي راح سافر بره في شغل عمل، يا اختي بركه. موضوع خطير جدا، ده موضوع خطير جدا جدا جدا. ارجعوا خطوة لورا، ما تستنوش الحكاية لما توصل لكده. يوم ما هتوصل وتوصلي لان انتوا الاتنين في البعد عن بعض افضل، تبقى حياتكم فاشلة، تبقى مصيبة. طب ما هتكملوا مع بعض ازاي؟ هتكملوا مع بعض ازاي؟ يعني لازم ترجعوا خطوة لورا وما توصلوش للمراحل دي. أول مرحلة، تاني مرحلة، تالت مرحلة، ارجعوا شوف مين فيكم اللي غلط. انتوا الاتنين اتنازلوا، بلاش نروح للمأذون تاني.